هل النافلة في المسجد الحرام تعدل فريضة؟ وهل الأفضل للمسافر أن يحافظ على الرواتب في الحرم؟ النافلة يختلف فيها أهل العلم هل تدخل في المضاعفات التي جاءت في الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع أن الحديث قيل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقيل أيضا صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فالصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم، وكذلك في المسجد النبوي، مع أن الصلاة في بيته في المدينة ليس فيها مضاعفة بخلاف مكة. نعم. وعلى هذا يقرر كثير من أهل العلم أن هذه المضاعفة لا تشمل النافلة، لا تشمل النافلة. نعم هي أفضل منها في سائر البلدان، لكن ليست بهذا القدر المذكور ب1,000 صلاة، ب100,000 صلاة في المسجد الحرام وب1,000 صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. هذا في الفريضة، وإن كان لفظ الحديث عاما، لكن إذا قارنا بين الحديثين، بين حديث صلاة في المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مع قوله صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، والصلاة في المدينة ليست فيها مضاعفة كما هو الشأن في مكة، قلنا أن استروحنا إلى القول بأن المضاعفات بهذا المقدار لا تشمل النافلة، وهو قول جمع من أهل العلم. وأما المحافظة على الرواتب في الحرم إذا كان مسافر، فجاء عن ابن مسعود: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أن التسبيح الذي هو النافلة من شأن من يتم الصلاة وهو المقيم. وعلى كل حال إذا عليه أن يكثر من النوافل المطلقة. نعم شيخ. والمسألة في الرواتب مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن كثير منهم يميل إلى أن الرواتب تترك في السفر، لأن المسافر يكتب له ما كان يعمله مقيما، فإذا كان محافظا عليها في الحضر تكتب له في حال السفر. نعم. لو وضحتم فضيلة الشيخ يعني وجه الاستشهاد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، كونه ينصرف هذا إلى أن النافلة لا تضاعف. الاستدلال من كونه عليه الصلاة والسلام قال في مسجده عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، أو تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مع أنه قال وهو في المدينة: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل على أن صلاة الرجل في بيته في المدينة أفضل من النافلة. نعم. صلاة النافلة في بيته أفضل من صلاته في مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا النافلة. نعم. نعم. وصلاته في بيته نعم لا تضاعف، لأنه صلاته في مسجده هذا، ما قال مثل المسجد الحرام، ومكة كلها حرم عند جمهور أهل العلم، فهذا يختلف. فإذا ضممنا هذا الحديث إلى ذاك الحديث، قلنا أن الحديث يشير، أو الجمع بين الحديثين، أن حديث المضاعفة خاص بالمكتوبة التي تصلى في مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن الإطلاق يا شيخ، وين الإطلاق في قوله صلاة في مسجدي هذا؟ نعم. يعني هل تشمل البيوت؟ لا تشمل البيوت. لا تشمل البيوت، لا سيما وأن الصلاة النافلة في البيت أفضل. إذن صلاة النافلة في البيت الذي لا مضاعفة فيه لا تدخل في حديث صلاة في مسجد هذا.